خلينا متفقين ان مفيش اطعم واحلى من الشاورما المصري. النهارده هنعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه زي اللي بناكلها في المطاعم بالظبط، وازاي تطلع معاكي كده طريه وجوسي، وكمان الخضار بتاعها يبقى شكله حلو كده وجميل. وهنحط طبعا في العيش الكايزر ومن تحت كده الطحينه، بجد طعمها وشكلها تحفه كاننا بالظبط كده شاريينها. وطبعا هيكون معانا كده موفره. تابعي معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هتستفادي، واشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني عشان يوصلك مني كل جديد. نسمي الله ونبدأ الوصفة. أول حاجة أنا عندي هنا نص كيلو من اللحمة المكعبات. والحقيقة أنا كان عندي النص كيلو دوت كنت ناوية أعمله في الخضار، بس كده غيرت رأيي على آخر وقت، فقررت إن أنا أعمله شاورما، وابتديت إن أنا أقطعه كده شرايح رفيعة. الأفضل إن هو يكون مجمد عشان يتقطع معاكي كده شرايح رفيعة، وطبعا لو هيكون بفتيك هيكون أفضل عشان هيتقطع معاكي كده بسهولة وهيكون معاكي شرايح رفيعة. نيجي بقى هنا للتتبيلة. أنا جبت هنا طبق عميق وحطيت فيه زبدية، وبعدين البهارات: توم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات لحمة ومعلقة صغيرة من الكاري، وكمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ويا ريت ما نغيرش أي حاجة من المكونات دي لأنها هتفرق جدا في الطعم، وخصوصا التوم باودر وبصل باودر، وكمان معلقتين كبار من زيت الزيتون. وهقلبهم كويس، وهضيف بقى آخر مكون اللي هو هيخليها جوسي وطرية، وهو الخل. كده هنضيف معلقتين كبار من الخل. هاقلّب بقى كل المكونات ديّة وهاسيبها كده على ساعة على الأقل، طبعًا لو سِبتها قبليها بيوم هيكون أفضل. نيجي بقى هنا للتسوية: جريل على النار، هاحطه على نار متوسطة، وهاضيف له معلقتين كبار من الزيت. أنا هنا استخدمت الزيت النباتي، ولكن تبّلتها بزيت الزيتون. هانزل بقى هنا كده بالشاورما كده أول ما الزيت ابتدى يسخن، وابتديت اللي أنا كده أفصلها عن بعضها لإنها طبعًا مسكت في بعض لمّا اتبّلت. لكن مجرد ما هتستوي هنلاقيها كده كل شريحة انفصلت عن بعضها واستوت معايا كويس. مش هتاخد مني وقت خالص، أقل من 10 دقايق هتكون مستوية. ههدي بقى عليها النار وهسيبها كده شوية علشان أحضر الخضار بتاعي. عايزة أقول لكم بقى ريحتها تحفة ما شاء الله، يعني الولاد كانوا مستعجلين ياكلوها كده من غير بقية الخضار. لكن طبعًا الخضار هيضيف لها تيست عالي جدًا وكمان فوايد. الخضار بتاعها هي بصلاية. بُصّوا أنا قطعتها إزاي، مش هاقطعها بالعرض، هاقطعها كده بالطول علشان تطلع معايا كده صغيرة. وكمان الطماطم أنا قطعتها شرايح، وطبعًا البقدونس هنضيفه في الآخر خالص. زي ما أنتم شايفين كده قطعتها كده شرايح. ويُفضّل إن أنتِ تشيلي كده الحتة اللي في الطماطم اللي هي الحتة الطرية. طبعًا لو كان عندِك وقت، يعني ما فيش وقت خلاص مش مشكلة، قطّعي شرايح كده وخلاص، علشان ما تنزّلش مَيّة كتير. حطيت هنا بقى الطماطم على البصل ومعلقة كبيرة من السُمّاق، وقلّبتهم كده كلّهم مع بعض. نزلت بقى بالطماطم والبصل اللي أنا حطيت عليهم كده السُمّاق على الشرايح كده الشاورما، ومجرد قلّبتهم تقليبة بس. أنا مش عايزاها تستوي، يعني أنا عايزة الطماطم والبصل يبقوا محتفظين بشكلهم. وفي الآخر خالص هنحط رشة كده من البقدونس، وهاقلّبها بقى زي ما أنتم شايفين. بجد ريحتها وطعمها تحفة زي اللي بنشتريها من برّه بالضبط. وطبعًا دي عايزة كده عيش كايزر. هاتي بقى كده العيش الكايزر واعملي سلطة طحينة، وحطي بقى كده حبة من سلطة الطحينة وشوية كده من الخضار وشرايح الشاورما. بجد تحفة juicy وجميلة ومستوية، والبهارات اللي فيها يعني جميلة جدًا أكنِّك بالضبط شارياها من برّه. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك وفي تعليق جميل، واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.